ايه هو الايون الموجب؟ الايون الموجب هو ذرة عنصر فلزي فقد، يبقى هو ذرة عنصر فلزي فقد الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. يبقى هو ذرة فلز فقدت اثناء التفاعل الكيميائي. عدد البروتونات الموجبة فيه أكبر، طبعا داخل النواة، أكبر من عدد الإلكترونات السالبة خارج النواة. يبقى البروتونات اللي بتبقى جوه أكبر من الإلكترونات اللي بتبقى بره عشان هو بيفقد. خلاص، عدد مستويات الطاقة في الأيون أقل، يبقى الإلكترونات بتبقى أقل فعلا، والمستويات الطاقة عشان هو بيفقد الإلكترون بالمستوى بتاعه. خلاص، يحمل عدد من الشحنات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات المفقودة. يبقى فقدت واحد يبقى موجب واحد، فقدت اتنين يبقى موجب اتنين، فقدت تلاتة يبقى موجب تلاتة. الأنيئة السالب بيكون مين؟ الإشارة السالبة أكبر، يبقى عدد الإلكترونات أكبر. يبقى هو أساسه إيه؟ ذرة عنصر لا فلزي. يبقى هي ذرة عنصر لا فلزي، حصل لها إيه؟ اكتسبت إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي. طيب، عدد الإلكترونات اللي بره أكبر من عدد البروتونات اللي جوه، طبعا الإلكترونات خارج النواة والبروتونات داخل النواة. تمام؟ عدد مستويات الطاقة بتساوى، ما بيتفقدش أصلا. أما في الكاتيون لا، عدد مستويات فيه أقل. بعد كده يحمل عددا من الشحنات السالبة يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة. إزاي؟ كان الموجب قد السالب هو ذرة، اكتسبت واحد السالب زاد واحد. طب اكتسبت اتنين يبقى السالب زاد اتنين، اكتسبت تلاتة يبقى السالب زاد تلاتة.